السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب الناس كلها بخير، ويا رب كل الناس ربنا يوسع عليها ويفرجها عليها ويرزقها من حيث لا تحتسب يا رب ان شاء الله في الايام دي. يمكن انا طالع في الفيديو ده عشان اتكلم عن اللي بيتقال عن الشيخ الشعراوي ان سفيه. طلع اتكلم، مش لازم خالص ان احنا نتكلم عليه ولا نجيب اسمه ولا نجيب سيرته، لكن هو كل اللي كان بيقوله في ملخص ان هو كان الشيخ الشعراوي كان شديد الافكار بتاعته، شديدة التطرف وشديدة التسلف، وان هو كان ذكوري اكتر وكان ضد المرأة وضد عمل المرأة، وكان بيتريق على طريقة لبسه وطريقة كلامه والكلام ده كله. يمكن البني ادم ده بالنسبة لي هو عبارة عن بني ادم وصولي فقط، لان هو بالنسبة له ان هو بيتكلم عن ائمة من ائمة الدعاء، زي قيمة كبيرة في حياتنا زي الشيخ الشعراوي، لمجرد ان هو بيقلب بس الرأي العام عليه. يعني الناس بس مجرد انها تتكلم عليه وتدافع عن الشيخ الشعراوي وتقول ان ما يصحش الكلام ده يتقال، ويفسروا ويرجعوا يتكلموا معاه ويتناقشوا معاه في الافكار اللي هو بيتكلم فيها دي. لكن انا بصراحه شايف من وجهه نظري ان هو ما يستحقش الكلام ده كله، لان ده هو بالظبط اللي هو عايزه، لان ده اللي هيوصله لغرضه، ان هو يتكلم عليه اكتر فالناس تشوفه اكتر، فيزيد اجره في القناه، يزيد اجره مش عارف فين، ويبقى اشهر من اللي هو كان عليه، بدل ما هو كان يحس ان هو كان مركون يعني. المهم مش دي قصتي خالص في الفيديو ده، ومش هرجع ارد عليه ولا اجيب ذكره. دي نصيحه مني بصراحه في الفيديو ده، محدش يروح يشوف هو بيتكلم عن ايه، محدش ينوله غرضه، محدش يهتم بحاجه زي كده. اللي يهتم ان هو يقرا اكتر، يعرف اكتر، وخاصه لو انت لسه شاب صغير ما تعرفش كتير عن الشيخ الشعراوي، اقرا اكتر، شوف فيديوهات ليه اكتر. انا يمكن لما كنت صغير برضو كانت بتيجي حلقات الشيخ الشعراوي برضو كنت بفوتها، ما كنتش مهتم ومش فاهم، لحد ما واحده واحده يمكن الفيديوهات بتاعته اللي ساعدت على حاجه زي كده حببني في القران، وحببني في الدين، وحببني في المعاني الجميله اللي هو كان بيفسرها بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه، عشان يقدر يوصل المعنى للناس، والابسط الناس حتى لو جاهل كان بيوصل له برضو الافكار اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيوصلها لنا، سواء من معاني وقصص وعبر في القران. ويمكن اذكر التفسير اللي اذهلت بيه بصراحه، ويمكن كان الناس كلها بتقراه عادي كده في القرآن، لكن هو واقف عنده واتك على جملة معينة أكدت معنى مهم جدا، يمكن كان ناس كتير غايبة عنها، وعجبني جدا وكنت بشوفه بالصدفة، وده اللي خلاني يمكن أتوغل مع الشيخ الشعراوي أكتر. في سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لما ستنا مريم كانت شايلة سيدنا عيسى، وكانت نظرت إن هي مش هتتكلم مع بني آدمين، وإن أي حد هيتكلم معاها عن الطفل كانت شاورت ليه علشان هو صبي لسه وهو لسه رضيع يتكلم مع الناس، فالناس استغربت وحست إن هي بيستخف بعقولهم لما بتشاور لهم يكلموا سيدنا عيسى وهو لسه طفل رضيع. الآية اللي بعدها على طول بتقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. احنا مش هنفسر الآية كلها، لكن شيخ الشعراوي لما جه يفسر قال الكلمتين الأولانيين دول كانوا كفيلين جدا إن هم يثبتوا إن سيدنا عيسى مش زي ما بيدعوا إن هو ابن الله، لأن هو أول ما نطق واتكلم مع قومه قال إني عبد الله. إني عبد الله دي بنشد تحتها 100 خط، لأن هو طفل رضيع وبيتكلم، فدي معجزة في حد ذاتها، فبالتالي الناس لسه بتصدق الذهول اللي بيحصل ده، فبيقول قال إني عبد الله. يعني قبل ما حد يشطح بدماغه ويفكر إن دي صفة من صفة الإله، أو إن ده جن ولا ده غيره، أنا عبد من عباد الله. فدي الكلمة اللي يمكن وقف عندها الشيخ الشعراوي، عشان بيتكلم إن الكلمة دي بتوضح وتوصل إن سيدنا عيسى هو عبد من عباد الله برضو، لكن أتاه معجزات خاصها بيها كرسول. فبالتالي انا لما سمعت التفسير ده كله في الكلمتين دول بس، بصراحة اذهلت ان ده كان معنى غايب ما سمعتوش قبل كده. فبالتالي الموضوع عجبني جدا، وبدأت ان انا اهتم واعرف واشوف حلقات كتير للشيخ الشعراوي. يمكن الشيخ الشعراوي بالنسبة لي هو اول واحد انا بلجأ له في احكام معينة في الدنيا. يعني لو انا محتار في حاجة معينة بدخل على طول وادور على الشيخ الشعراوي واعرف منه، وبآمن على طول على رأيه وعلى كلامه، لأن الشيخ الشعراوي في تفسيره وفي علمه وفي سلاسته في توصيل المعلومة، وبين لك فعلا إن هو فاهم ودارس وبيعرف يوصل المعلومة،
وكل أصحاب العقول اللي موجود في مجتمعنا سواء من أيام الشيخ الشعراوي من أول ما ظهر في التلفزيون وبدأ أحاديثه تخرج للناس لحد وقتنا ده، الناس كتير جدا كلها عارفة إن الشيخ الشعراوي كان بيتكلم عن علم وعن دراسة بمجهود كبير جدا وصلته لدرجة المصداقية اللي الناس كلها مآمنة بيه دلوقتي. ويمكن السفيه ولو إن مش عايزين نجيب سيرته قال أصحاب العقول يشغلوا عقولهم في الأفكار اللي كان بيتكلم فيها الشيخ الشعراوي. أنا أنصحك إن أنت ما تكلمش أصحاب العقول بالذات، لأن الناس دي لما اتكلمت إن هي بتآمن ورا الشيخ الشعراوي ومقدرة قيمته وعارفة المقدار العلم والتراث القيم اللي سابه والإرث الجميل اللي سابه وراه، وعارفين قيمة الشيخ الشعراوي وعارفين قيمتك. طيب انا عشان ما اطولش عليكم، انا مش هنتكلم عن السيره الذاتيه للشيخ الشعراوي، لان طبعا يمكن ناس كتير عارفه السيره الذاتيه بتاعته واتعملت مسلسل قبل كده، فبالتالي انا بس هحكي موقفين من الكواليس حياه الشيخ الشعراوي. هم بصراحه كانوا مخفيين عليا ولسه عارفهم جديد، فقلت برضو اعرضهم على الناس عشان برضو الناس تعرف مدى قيمه واهميه وجلال وقرب شيخنا الشعراوي من ربنا سبحانه وتعالى. الموقف الأولاني كان بيحكي سنة 1954 لما الشيخ الشعراوي كان شغال أستاذ في كلية الشريعة في مكة المكرمة، وسمع ساعتها إن الملك سعود هينقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه لمكان تاني أبعد عن الحرم علشان يوسع للطائفين ويفسح مجال أكتر، علشان كان واخد مساحة كبيرة وبيوم ضيق على الناس في الطواف. لكن الشيخ الشعراوي لما سمع حاجه زي كده اتواصل بسرعه مع علماء سعوديين ومصريين ان ده حرام شرعا وما ينفعش حاجه زي كده، لكن العلماء ساعتها قالوا له ان انت اتاخرت يا شيخنا، وتم فعلا تجهيز المبنى الجديد اللي هو هيتنقل فيه مقام سيدنا ابراهيم. لكن الشيخ الشعراوي ساعتها ما استسلمش، بعت برقيه من 5 صفحات للملك سعود مباشره، قال له ان نقل مقام سيدنا ابراهيم هيبقى حرام شرعا وان ده غلط من الناحيه الفقهيه ومن الناحيه التاريخيه. من الناحية الفقهية لأن كل العلماء الدين اللي أفتوا للملك سعود رحمة الله على الجميع إن هو يقدر ينقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه لمكان تاني بناء على إن رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في وقته وفي زمانه نقله من مكان لمكان تاني، ده غلط، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول ومشرع وله ما ليس لغيره، وله أن يفعل الجديد غير المسبوق. يعني ده كان شيء مخصوص لسيدنا محمد بس عليه الصلاة والسلام وليس لغيره، وده كان من الناحية الفقهية. من الناحية التاريخية ان المقام كان فعلا اتحرك من مكانه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب الطوفان، لكن سيدنا عمر امر ان هو يرجع مكانه تاني لان ده كان حرام شرعا، وعارف ان حاجة زي كده كانت مقتصرة بس على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدها على طول امر الملك سعود ان يتم دراسة البرقية دي كويس، وبعدها امر ان مقام سيدنا ابراهيم فعلا ما يتحركش من مكانه. كان في دراسه مقدمه الشيخ الشعراوي عن مقترح ان هو يبدل المبنى القديم اللي كان محطوط فيه مقام سيدنا ابراهيم زي اللي في الصوره ده، ان هو يتبدل بقبه زجاجيه غير قابله للكسر علشان يبقى المساحه اقل شويه من المبنى القديم، ان هو يقدر يوسع المكان اكتر على الطائفين بدل المبنى الاكبر. موقف طبعا يشهد له التاريخ ان الشيخ الشعراوي هو كان الوحيد اللي على علم بحاجه زي كده، وكان ليه الدور الرئيسي ان فعلا مقام سيدنا ابراهيم ما يتنقلش من مكانه. الموقف الثاني بقى كان موقف جميل جدا وروحاني، وبيبين مدى الصله والقرب من ربنا سبحانه وتعالى للشيخ الشعراوي، وكان بيقول يمكن الشيخ الشعراوي نفسه كان بيقول عليه زي موقف درويش. هو عباره عن الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان في طنطا ورايح مسجد الاحمدي، فالتقى هناك بالشيخ شلتوت شيخ الازهر الشريف وقتها رحمه الله على الجميع، وكان معاهم استاذ تفسير قران كريم. استغل الاستاذ ده ساعتها ان هما الاثنين موجودين، وقال لهم ان كان في معنى استوقفوا في تفسير القران الكريم ومش قادر ان هو يصدقه او يفهمه. فقالوا له ايه؟ فقال لهم الايه رقم 84 في سوره الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله هو الحكيم العليم. بحكم اللغه العربيه وبتفسير القواعد بتاعتها ان لما تيجي كلمه نكره مرتين في الجمله ده بتفيد معنيين او بتفيد ان في تعدد، يعني بمعنى ان وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني في استغفر الله العظيم الهين، في السماء اله وفي الارض اله. فاستغربوا لان قاعده اللغه العربيه صريحه فعلا، ان على سبيل المثال مثلا ان كلمه نكره جت في الجمله مرتين، اللي هي زي مثلا قابلت رجل واكرمت رجل، فبالتالي المعنى بيفيد ان انت قابلت رجل واكرمت راجل تاني.
ففضلوا مستغربين وقاعدين يعني مش قادرين يصدقوا المعنى ده. فدخل على حسب كلام الشيخ الشعراوي دخل عليهم راجل بيقول ان هو كان باين على ان هو راجل بسيط في لبسه متكئ على عصايه، وباللغه العاميه قال لهم يا علماء يا علماء انتوا نسيتوا الاسم الموصول اللي هي كلمه الذي، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم. وقال الكلمتين دول ومشي على طول. طبعا هم قعدوا بيبصوا لبعض ان ده فعلا عنده حق، ان الكلمه الذي هو الاسم الموصول اللي بيكسر القاعده وبيخلي ان المعنى مختلف تماما. يعني وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يبقى كده فعلا الاسم الموصول ده بيخلي فيه صله في المعنى، ان نفس الاله اللي في السماء هو الاله اللي في الارض. لكن لو قلنا وهو في السماء اله وفي الارض اله، وده فعلا بيفيد القاعده اللي بتقول ان ده فعلا معنيين مختلفين وده تكرار غير موصول. فبالتالي كلمة الذي هي الكلمة اللي كسرت القاعدة وثبتت المعنى ان هو اللي في السماء اله، هو نفسه اللي في الارض هو نفس الاله. فطبعا فضلوا يدوروا على الراجل ده ويشوفوا هو فين، لكن طبعا ما وصلوش، وعرفوا ان دي كانت علامة من ربنا سبحانه وتعالى علشان ان هو يقدر يوصل لهم المعنى ويفيدوا بيه ناس تانية ويقدروا يوصلوا المعنى الصح للناس كلها. بس هو ده كل اللي انا كنت عايز اقوله عن شيخنا. ربنا يجازيه خير عن كل الإرث والعطاء اللي هو اداه للناس كلها، والسلاسة العذبة في تفسير القرآن، وان هو حبب الناس اكتر عن طريق المعاني الجميلة اللي فسرها للناس كلها عشان يقربوا اكتر من دينهم ومن اسلامهم ومن اخلاق الاسلام. وانا من رأيي ان زي ما السفيه ده طلع يتكلم، زي ما هيطلع ناس تانية في المستقبل يتكلموا برضو على أئمة وخير من أنجبت الأمة الإسلامية زي الشيخ الشعراوي، علشان لمجرد كل واحد وليه نيته الدنيئة الخاصة. لكن نصيحتي تاني وتالت وعاشر ان احنا ما نتكلمش عن اي حد بيجيب سيرة أئمتنا وسيرة عظمائنا في الإسلام بأي سوء. لا، احنا نستغل نقطة زي كده علشان نقدر ان احنا نتكلم عن الناس دي اكتر، ونعرف الاجيال الجديدة قيمتهم فعلا وايه اللي قدموه للأمة الإسلامية كلها. نستغلها فرصة علشان نبقى بجد السبب ان احنا نبطل للسفهاء دول ان هم يعملوا او يفكروا في حاجة زي كده لما يلاقوا مفيش فايدة من اللي هم بيعملوه ده. بس وجزاني وجزاكم خير يا رب ان شاء الله عن كل كلمة وحشة بتتقال هي بتوصل لحد عندنا وبتقف، سواء احنا بنتكلم عن شخصية عامة او بنتكلم عن حد في حياتنا الخاصة نفسها، لكن بيجي الكلام السيء ده بيقف عندنا وما بننقلوش، لكن بنقول كل ما هو خير عن الشخصية اللي احنا حابين ان احنا نرد عنها الكلام. ربنا يجازي الشيخ الشعراوي خير عننا كلنا، وربنا يا رب يرحمه ويتجاوز عن أخطائه وسيئاته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويبقى في أعلى العليين إن شاء الله. يا رب فعلا يبقى الفيديو ده يكون سبب في إن حد يدخل أكتر يتعرف على الشيخ الشعراوي ويتعرف على معلومات جديدة وقيمة وسلسة من الشيخ الشعراوي بيقدمها في تفسير القرآن الكريم. ده اللي أنا بوصي بيه فعلا لكل الشباب الصغير اللي لسه ما يعرفش قيمة الشيخ الشعراوي. بس وفي الكومنتات بقى ما تنسوش ان تكتبوا دعوة حلوة من قلبكم للشيخ الشعراوي، ربنا يا رب يتقبلها منا ومنكم جميعا. بس واشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.